بس انا طول الوقت كان في دماغي حكاية السوق اللي هو يعتبر كنز انساني جميل، مش موجود في اي دولة في العالم، مش موجود في امريكا. لا، احنا عندنا حس جميل قوي. جت في دماغي كده ان انا اعمل سوق الحمام بقى، يعني بعد تجربة سوق التفاح هعمل سوق الحمام ده. وقلت ان انا عايز اعمل موضوع عن سوق الحمام بشكلهم كده. في حاجة مهمة لازم تدخل، اللي هو في حاجة اسمها بعد إنساني، بعد اجتماعي. الناس دي شوفوا شوشهم عاملة ازاي، ده بتضحك والتانية بتبص لها. لا، انت هترسمهم كده، طب لازم اعرف حاجة. فقلت لا، انا هنا لازم ادخل في حوار معهم. طيب الناس دي مش هتسيب شغلها وتقعد تتكلم معاك وتعمل حوار، يعني ما انتش راجل مذيع هتدخل او هتقول لها اسمك ايه تقول لك طب انت، لا مش هتقول لك كلام ده. انا عايز حوار طبيعي. فبدات ان انا اشتري منهم الحمام بتاعهم اللي هو بتاع الطبخ ده، من يما ارسمه ومن يما يتعمل يعني. انا مش عايز احكي قصه في اللوحه، انا عايز ارسم والرسم هو اللي يحكي القصه. يعني مش انا ارسم قصه، لا، انا عايز ارسم النماذج والشخوص دي والحاله دي بحيث ان اللوحه هي اللي تحكي. كنت حابب قوي ما يسمى او اطلق عليه الواقعيه السحريه. انت لما تشوف اللوحه هتقول ايه ده، هو ده واقع ولا حلم؟ الصراحه اللي موجوده دي، العناصر اللي موجوده دي، ايه ده؟ هل دي واقعيه ولا حلم؟ يعني حاجه من الحلم والسحر. لقيت نفسي داخل في التجربه دي وبشتغل فيها، وانا والله ما كنت مرتب غير السكتشات خالص. يعني حاجه، يعني ما بقاش الاستعانه بالسكتش، بقيت على اللوحه والله ما كان ليا اي مرجعيه الا الشوف اللي انا شفته اكتر من السكتشات اللي انا كنت بعملها. اديت لي نفس المساحه الزمنيه حتى ان انا ما استعجلش فيها، او ان انا لا، حسيت ان بقت قضيه، يعني بقت لا، ده بقت شيء مهم يعني.